طبعا زي ما انت شايف كده جايب لك النهارده افجر نسخه تليجرام في المجال كله. نسخه بتوثق رقمك وبتغير صوتك وفيها اضافات كتير جدا، فيها حاجه اسمها وضع الشبح زي نسخ الواتساب بالظبط. وعشان تبقوا عارفين ديت نسخه تليجرام مش نسخه واتساب، تمام؟ وده شكل الشات، شكل طرش كده زي ما انت عارف. ولو جيت تدوس فوق كده على الثلاث نقط اللي فوق هتلاقي ان في حاجه اسمها مغير صوت. عندك منهم 5 اشكال تقدر تغير صوتك لاي حاجه منهم وتبعت ريكورد لاي حد صوتك يبقى متغير فيه، تمام؟ وغير كده النسخة دي بتوثق حسابك بدون أي مقابل ومن غير ما تدفع فلوس لأي حد. وطبعا عشان نشوف العظمة دي هنطلع على الانترو ونرجع تاني على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا النهارده جايب لك افجر نسخة تليجرام في المجال كله. حرفيا ناس كتير جدا طلبوا مني نسخ تليجرام زي نسخ الواتساب بالظبط، يعني تكون نسخة تليجرام معدلة زي نسخ الواتساب، تمام؟ يعني ديت نسخة تليجرام اللي انا جايبها لك النهارده. وعشان تعرف نسخ الواتساب كل شوية القاعدة الجديدة بتاعتها بتتحدث وبتاع، فان شاء الله يعني هنزل لكم نسخ واتساب قريب، تمام؟ وقبل بداية الشرح في النسخة صلي على النبي واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تاني حاجة، لو انت مش عارف تنزل من اللينكات بتاع قناتي هتدخل على الوصف، هتلاقي في فيديو تحت سايبهولك اسمه ازاي تنزل اي حاجة من قناتي، تمام؟ الفيديو ده لو انت فتحته هتلاقي فيه طريقة التحميل من اللينكات المختصرة اللي انا بنزلها في قناتي، تمام؟ تالت حاجة، النسخة بباسورد مكون من 4 أرقام، هقوله في الفيديو رقمين في رقمين، فركز معايا بقى، تمام؟ يلا بينا نفتح النسخة ونشوف نسخة النهاردة. أول حاجة هندوس على النسخة ونشوفها. وزي ما انت شايف طبعا لو جالك رسالة التحديث ديت بيقولك ان انت تحدث الرسائل بتاعتك، يعني هتدوس على كلمة حسنا على طول، تمام؟ طبعا يا برو زي ما انت شايف كده هي دي الواجهة بتاعت النسخة. اول حاجة هنا عندك اللي هي الشتات ديت اللي هي كلها، تمام؟ ديت الشتات كلها سواء بقى من اشخاص او قنوات او مجموعات اي حاجة، تمام؟ تاني حاجة الرسائل بتاعت الاشخاص، هنا اي شخص بيبعت لك رسالة بتوصل لك هنا، تمام؟ لو جيت تدوس على تالت حاجة زي ما انت شايف هنا المجموعات، تمام؟ اللي هي المجموعات اللي بتبقى مفتوحة تقدر تتكلم فيها او كده، تمام؟ وساعات بتبقى في مجموعات مقفولة برضه. تعال بقى على الرابعة ديت، لو انت دوست عليها ديت القنوات، تمام؟ يعني دي اي حد انت مشترك في قناته هنا هتوصل لك كل الرسائل منه، تمام؟ زي ما انت شايف كده. وعندك اللي قبل الاخيرة دي اللي هي بتاعت البوتات، اي رسالة من بوت هتوصل لك هنا طبعا، تمام؟ هنا كل الرسائل بتاع البوتات، تمام؟ عندك بقى اخر حاجة اللي هي المقفولة ديت اللي انت بتبقى مثلا رسائل قافلة وكده، تمام؟ تعالى بقى نرجع تاني. تعالى ندخل على شكل الشات. زي ما انت شايف شكل الشات حاجة طرش لأول مرة في مجالك، حاجة عظمة كده زي ما انت شايف، تمام؟ وتقدر ان انت تحط سمات بمزاجك، وفي سمات برضو هحطها لك بعد كده واسيبها لك، تمام؟ تعالى بقى كده نطلع فوق شوية وندوس على الثلاث نقط اللي فوق على اليمين. زي ما انت شايف اول حاجة هنا عندك تغيير الخلفية، تقدر انت تغير الخلفية اللي انا حاطها لك لأي خلفية انت عايزها، تمام؟ تاني حاجة مسح السجل، لو انت مثلا بينك وبين اي حد تاني رسائل كتير وعايز تمسح السجل بتاع الرسائل تقدر انت تدوس على ديت تمسحها على طول، تمام؟ تالت حاجة انتقل الى الرسالة الاولى ديت، لو انت دوست عليها بيطلعك لأول رسالة في الشات بينك وبين اي شخص انت عايزه، تمام؟ يعني مثلا انت عايز تشوف اول رسالة حد بعتها لك او انت بعتها لحد، هتدوس على الكلمة ديت هيطلعك لفوق الشات خالص، تمام؟ عندك حاجة برضو في النسخة اسمها اذهب لهذا التاريخ، حاجة جمدان يا برو ولأول مرة في مجالك. تقدر ان انت تدوس عليها كده زي ما انت شايف وتحدد التاريخ اللي انت عايزه وتوصل للرسائل اللي انت حددت فيها التاريخ دي، تمام؟ يعني لو انت عايز تشوف الرسائل بتاعت الشهر اللي فات اللي بينك وبين اي شخص تقدر ان انت تحدد التاريخ اللي انت عايز تشوف الرسائل فيه، تمام؟ طيب تعال نكمل بقى في الاضافات. عندك هنا مغير الصوت، طبعا ده لو انت دوست عليه عندك هنا 5 اشكال. هنا اول حاجة الوضع العادي، ده لو انت بعت اي ريكورد لاي حد بتبعت لك بصوتك الاصلي، تمام؟ عندك بقى هنا الوضع الاول، وضع التاني، وضع تالت، وضع رابع، وضع خامس. عندك 5 اشكال تقدر ان انت تختار اي واحد فيهم وتبعت ريكورد لاي حد هيبقى صوتك متغير في الريكورد، تمام؟ عندك حاجة برضو اسمها الترجمة اللغوية للرسائل ديت، لو انت دوست عليها يترجم لك كل الرسائل اللي هي في الشات، سواء بقى هي رسائل أجنبية أو أي حاجة بأي لغة هيترجمها لك على اللغة اللي انت عايزها برضو، تمام؟ هنا لغة الترجمة لإرسال الرسائل برضو نفس الكلام. هنا حذف المحادثة ديت ان انت تقدر تحذف المحادثة خالص من بره ومن جوه كمان، تمام؟ عندك هنا برضو انشاء اختصار، لو انت عايز تعمل اختصار يكون زي تطبيق كده بره في الواجهة بتاعة التليفون بتاعك ان انت تقدر يعني تدخل الشات ده على طول، تمام؟ تعالى بقى نطلع بره ونشوف اضافات اكتر. لو جيت تدوس على العلامة اللي هي فوق ديت هنا بيحدث لك الرسائل زي ما انت شايف، تمام؟ عندك التلات نقط اللي فوق دول، عندك اول حاجة البحث واخر ظهور لك واجراء تحديد متعدد، ده لو انت دوست عليه عايز مثلا تحدد كذا شات
برضو بتدوس على الكلمه دي. وهنا محادثه سريه اللي هي بتبقى المحادثات المقفوله اللي انا قلت لك عليها اخر واحده دي. تمام. طيب تعالى بقى نكمل. تعالى ندوس على الثلاث شرط اللي هما فوق على الجنب فوق في الشمال. هتفتح معاك القائمه العاديه ديت اللي كل الناس عارفاها، بس هنا في اضافات كتير جدا. لو جيت دوس على تعيين رمز الحاله زي ما انت شايف، هو ده الرمز العادي اللي هو اول واحد، ده اول عادي. تمام. ده اول ما تفتح نسخه هتلاقي رقمك متوثق بالشكل ده. انت بقى عايز مثلا تغير الرمز اللي بيكون جنب اسمك اللي هو بتاع التوثيق، تقدر انت تغير لاي شكل من الاشكال اللي عندك دي. تمام. عندك اشكال كتير تقدر انت تغير لاي شكل منهم. تمام. انا مثلا عاجبني الشكل ده اللي هو اللي انا حاطه دلوقتي ده، تقدر انت برضو تحطه. عندك بقى حاجه تانية اللي هي القصص بتاعتك. هنا البروكسي، النسخه فيها بروكسي، وهنا باحث عن الهويه، اشخاص القريبون، جهاز الاتصال، تغييرات المخاطبين. خد بقى اول رقمين في الباسورد 2 3. اول رقمين في الباسورد 2 3. عندك هنا احصائيات المحادثات. هنا طبعا كل المحادثات بتاعتك بتبقى هنا في الاحصائيات. تمام. عندك التايم لاين، قم بانشاء ملف تعريف، اداره الملفات، مدير التحميل، المكالمات، الرسائل المحفوظه، المحادثات المؤرشفه، اضافات كم اليوتيوبر، اضافات تليجرام اللي هي العاديه، الاعدادات، وهنا اعدادات اخرى. الرد الالي، هنا طبعا لو انت عايز تحط اي رساله الرد الي، لو حد بعت لك مثلا رساله وانت مش فاتح بيبعت له زي رساله كده رد الي. تمام. عايز تفعلها فعلها. هنا ايقاف ديت لو انت دوست عليها هيوقف لك النسخه بتاعه التليجرام، ولا تستلم ولا تبعت اي رسائل. تمام. تعالى كده نخش على الاضافات. زي ما انت شايف هنا اللي هنا اول حاجه الاعدادات العامه. زي ما انت شايف عايز مثلا تغير شكل الايقونه بتاع النسخه اللي هي بره، هنا تقدر تغير لاي شكل من الاشكال دي. تمام. هنا برضو ايقونه الاشعارات ديت بتبقى الايقونه اللي هي العاديه جدا اللي بتوصل لك من الاشعارات. تمام. طيب انت بقى عايز تغيرها لاي شكل من الاشكال دي برضو تقدر انت تغيرها اهوت زي ما انت شايف. تمام. طيب تعالى بقى نخرج بره. هنا قائمه المحادثات زي ما انت شايف. تالت حاجه المحادثات. هنا طبعا النمط، هنا الخط بتاع النسخه. تمام. زي ما انت شايف معاك كذا خط اهوت، واول حاجه خالص هنا النمط. تمام. عايز مثلا ان انت تغير لاي شكل من الاشكال ديت زي ما انت شايف بتغير معاك اهوت، عايز تغيرها غيرها عادي. تمام. بس انا بفضل ده يعني. تعالى بقى نخرج بره تاني. انا اتحقق من النمط اللي هي بتاعت الايقونه بتاع الرساله زي ما انت شايف كده. عايز مثلا لما انت تبعت حد رساله ويوصل لك اللي هي علامه الصح ديت، عايز تغيرها لاي شكل من الاشكال ديت عادي. تمام. وهنا مجموعه الرموز التعبيريه، اظهار رسائل محذوفه ديت لو حد مثلا بعت لك اي رساله وحذفها هنا بتظهر لك تاني. تمام. فانا انصحك ان انت تفعل دي. وعندك هنا برضو بقيه الاضافات اهوت زي ما انت شايف، تقدر ان انت بقى تشوفها مع نفسك. هنا الفئات، محادثات سريه اللي بتبقى مقفوله بخصوصيه يعني. هنا الخصوصيه، هنا عندك حاجه وضع الشبح واخفاء رقم الهاتف، تقدر انت تخفي رقم تليفونك في النسخه محدش يقدر يشوفه حتى لو مسجلك. تمام. كاميرا سيتنج، وهنا الرد التلقائي، هنا جهات الاتصال بتاعتك، وهنا القائمه الجانبيه اللي هي بتظهر لك لما احنا بندوس هنا كده. تمام. اللي هي دي. تمام. طيب وهنا اخر حاجه المسوده. تمام. عايز تنشئ مسودك ده زي ما انت شايف اهوت، تقدر انت تعملها عادي. تعالى بقى خد اخر رقمين في الباسورد الا وهما 66. اخر رقمين في الباسورد 66. تمام. لو ما سمعتش اول رقمين ارجع تاني لاول الفيديو وعيد الفيديو من الاول عشان تسمع اول رقمين. وبكده نكون ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب تكون النسخه عجبتكم ان شاء الله. يعني هننزل نسخ اكتر واكتر الفتره الجايه، ويا رب يعني تدعمونا كده وتقدرونا زي ما احنا بنقدركم. بس كده يا اخواتي، اشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.